السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اضغطوا إعجاب واشتركوا. تكلمت عن الموهبة إبراهيم مازا وقلت لكم أنه ليس كأي موهبة عادية. نعم، ها هو الآن مع باير ليفركوزن، من أفضل اللاعبين في البوندسليغا الألمانية ومن أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. أقولها وأكررها، ليس كأي لاعب عادي. يتجه اللاعب الدولي الجزائري إبراهيم مازا ليكون النجم رقم واحد في فترة التحويلات الصيفية المقبلة، في ظل تواجد محل أطماع عمالقة الكرة الأوروبية. إبراهيم مازا، كل الأندية الأوروبية الكبيرة تجهز خزائنها لاستقدام هذه الموهبة الكبيرة والكبيرة جدا. الجزائر فازت بموهبة كبيرة وكبيرة جدا، يمكن أن نقول عنها صفقة القرن. وخطف مازا بأدائه الباهر وتمريراته يعني تحركاته في الملعب حتى هذا العام قدم أداء استثنائيا مع باير ليفركوزن. تخيلوا معي عندما تشاهده كيف يلعب في الميدان، تحس أن هذا اللاعب غير عادي. في آخر مباراة في كأس ألمانيا ضد باير ميونخ، رغم الخسارة 1-0 والإقصاء، لكن مازا قدم مباراة في القمة. لاحظت تحركاته ضد بايرن ميونخ، يلعب بكل سهولة، يخرج لك كرة من تحت الضغط، يجيد استخدام المساحات الضيقة، يمد اللاعبين بكرات رائعة. إبراهيم مازا هذا الموسم لاعب استثنائي، كل الأندية تلهث وراء استقدام هذا اللاعب الكبير والكبير جدا. هو في تطور سريع وسريع جدا، بسم الله ما شاء الله. تطور. تخيلوا معي، كان في هيرتا برلين، انتقل إلى ليفركوزن ب10 ملايين أورو. ها هو الآن أندية أخرى تجهز حتى 90 مليون أورو. لو جاء برازيلي أو لو كان جنسية برازيلية لقدموا فيه 150. لنادي أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، اليوفي، نيوكاسل، توتنهام. البارحة رأيت في أحد الصفحات الخاصة بأرسنال، صفحة رسمية خاصة بأرسنال، تقول أن نادي أرسنال قدم عرض بقيمة 40 مليون أورو. لا رفضته إدارة باير ليفركوزن، هي تريد أكثر من 80 مليون أو تريد 90 مليون أورو. ونعم، وأبرز المصادر ذاتها إلى أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضم الدولي الجزائري، ويتوقع أن تبدأ المفاوضات بسعر يتراوح فوق 55 وال 65 مليون أورو. هذا أمر رائع جدا للاعب موهبة عمرها 20 سنة فقط. أما عن هوية الأندية فهي أندية كما ذكرت لكم: نيوكاسل، توتنهام، السيتي، أرسنال، مشيرا إلى أن خاصة الآن وفي هذا اليوم توج إبراهيم مازا بأفضل لاعب شاب في البوندسليغا. هذه ثاني مرة هو يتحصل على لاعب الشهر لأفضل لاعب صاعد في البوندسليغا، وهو أيضا مرشح لذات الشهر، شهر أفريل، ليكون أفضل لاعب في الشهر للاعبين لاعبي البوندسليغا الكبار. ممكن أن يحصد جائزتين معا: لاعب الشهر كأفضل لاعب شاب حصدها، ولأفضل لاعب شاب في البوندسليغا. ونتوقع أيضا أن يفوز بأفضل لاعب في شهر أفريل. إبراهيم مازا، بسم الله ما شاء الله، هو لاعب رائع جدا، ويمكن أن نقول هو يعني النجم القادم للكرة الجزائرية، والموهبة الكبيرة التي ستضيء سماء القارة الإفريقية وسماء أوروبا. لو لعب حتى ريال مدريد، هناك تقارير تقول أن إدارة ريال مدريد بدأت التحرك للتعاقد مع مازا. سيكون هو النجم الأول للميركاتو الصيفي. كل الأندية ترغب في استقدامه، نظير تألق هذا الموسم ضد أندية كبيرة، منها باير، ضد مانشستر سيتي، ضد دورتموند، المهم ضد أندية عالمية، ضد نيوكاسل في دوري الأبطال. هذا اللاعب رغم أنه صغير في السن لكنه كبير من حيث المهارة ومن حيث الموهبة. صاحب الرقم 10، لما لا الموسم المقبل يحمل الرقم 10، فهو من محبي ارتداء الرقم 10. هو لاعب خط وسط، مهاجم، مدافع، يلعب كجناح أيسر حتى. المهم يملك كل الإمكانيات ليكون أفضل لاعب خط وسط في العالم، لما لا. كل التوفيق لإبراهيم مازا مع باير ليفركوزن ومع المنتخب الجزائري في كأس العالم. نتمنى أن نراه في أفضل الأندية الأوروبية. انتظروني، شكرا لكم.